قدام أهرامات الجيزة بيقف المتحف المصري الكبير كأكبر متحف مصري في العالم، بيحكي حكاية مصر من آلاف السنين. تحفة معمارية فعلا، فيها أكتر من 100,000 قطعة أثرية. رحلة بدأت من فكرة جميلة جدا لغاية ما بقت مشروع القرن، بيحكي تاريخ مصر من أول حجر في حضارتها لحد النهاردة. في الحلقة دي هنكتشف مع بعض فكرة المتحف وإزاي اتبنى، إيه اللي جواه، وليه العالم كله مستنيه. لكن قبل ما احكي الحكاية ما تنساش تعمل اشتراك في القناة ولايك والكومنت الجميل. وطبعا لازم كالعادة نبدأ القصة من أول السطر مع إيمان. المتحف المصري اللي في التحرير بقاله سنين كتيرة جدا، ما بقاش كفاية أبدا علشان يتحمل كنوز مصر الكتيرة. الآثار ما شاء الله بتزيد كل يوم، والمتحف القديم ما بقاش قادر يشيل كل العظمة دي، فكان لازم نفكر في حل. فكرة المتحف المصري الكبير بدأت في أوائل التسعينات، لكن المشروع بدأ فعلا شغل سنة 2002. في لحظة مهمة من التاريخ، مصر قررت إنها ما تسيبش حضارتها جوه صناديق متكدسة في المتاحف القديمة. قررت إن هي تصحي التاريخ ده وتخليه يعيش تاني في مكان يليق بيه. وهنا بقى بدأت حكاية المتحف المصري الكبير، وكان هدفه الأول هو إن التاريخ المصري كله يبقى في مكان واحد، من أول مينا موحد القطرين لتوت عنخ آمون ورمسيس الثاني وكل ملوك وملكات مصر. اختيار مكان المتحف الكبير اختيار ذكي جدا ومش عشوائي، لكنه كان مقصود يكون قريب من أهرامات الجيزة، وبالشكل ده مش مجرد متحف، لكن هيكون جزء من منطقة تاريخية متكاملة بتربط بين الآثار القديمة والعرض الحديث، بهدف إن ده يكون مركز عالمي للثقافة والسياحة، قادر على إنه مفروض يعني يستقبل أكتر من 5 مليون زائر في السنة. بناء المتحف بدأ فعليا في 2012 واستمر لأكتر من 10 سنين، اللي صممه مكتب معماري من أيرلندا وشارك فيه آلاف العمال والمهندسين المصريين. والنتيجة كانت تحفة معمارية على مساحة أكتر من 480 ألف متر مربع، وده بيخلي المتحف المصري أكبر متحف أثري في العالم. مش هتصدقوا إن الصرح العملاق ده فيه أكتر من 100 ألف قطعة أثرية، كنز حقيقي فعلا. لو حبينا إن احنا نشوف المتحف كأننا في رحلة للمتحف، أول ما بتدخل بيستقبلك تمثال الضخم لرمسيس الثاني. بتطلع بعد كده على سلم ده مش سلم عادي، ده سلم كبير جدا، عبارة عن طوله حوالي 25 متر، كأنك بتطلع في رحلة. وانت طالع بتحس ان انت بتصعد في الزمن. وعلى الجانبين بتلاقي التماثيل الضخمة بتحكي لك تاريخ مصر خطوة بخطوة لحد ما توصل لفوق. بعد كده بتلاقي المجموعة الكاملة لكنوز الملك الذهبي طبعا توت عنخ آمون، ولوحدها أكتر من 5300 قطعة هتتعرض مع بعض في مكان واحد، وده بيحصل لأول مرة في التاريخ. عرض القطع في المتحف بيحصل بشكل متسلسل، يعني هتشوف تاريخ مصر القديم مترتب من أول العصور البدائية لحد العصر اليوناني والروماني، وكل ده بتكنولوجيا عرض حديثة تخليك تحس إنك عايش جوه قصة من قصص الخيال الجميلة. المتحف مش بس آثار، ده مدينة متكاملة فيها مركز لترميم الآثار، مركز عالمي كبير عشان نحافظ على الكنوز اللي عندنا، في متحف للأطفال عشان يتعلموا فيه، وقاعة مؤتمرات ومطاعم ومحلات وهدايا، كل اللي نفسك فيه هتلاقيه. مشروع المتحف المصري الكبير ما اتعملش بالساهل، ده كان تحدي ضخم، وكان وراه جهد ولاد البلد المصريين وإصرارهم العظيم. كان وراه إدارة سياسية قوية مؤمنة بقوة وعظمة مصر. صحيح كان في مساعدة وقروض من جهات دولية زي مثلا اليابان، لكن المشروع في حد ذاته مصري بامتياز. كل خطوة في المشروع في حد ذاته مبهرة. مثال مثلا نقل الآثار الكتيرة دي من المخازن لمكانها في المتحف الكبير كان عملية كده زي أفلام الأكشن. آلاف القطع، كل قطعة ليها حكاية، وكل قطعة ليها حكاية كمان في الترميم، وترميمها بأحدث الطرق العالمية على إيد خبراء مصريين عشان تكون جاهزة للعرض. المشروع كمان فتح بيوت كتير، ووفر آلاف فرص الشغل للشباب من مهندسين وعمال وعلماء وآثار ومرممين وناس شغالة في السياحة والخدمات.
احنا بنبني صرح وبنبني معاه كمان مستقبل. دلوقتي بقى جه الوقت اللي العالم كله مستنيه، الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير. الاستعدادات على قدم وساق، لأن المقرر إن شاء الله يكون الافتتاح في 1 نوفمبر سنة 25. إن شاء الله هيكون يوم مش عادي. مصر طبعا بتجهز لحفلة افتتاح عالمية تليق بعظمة الحدث وتليق بعظمة مصر. بتتوقع حضور الرؤساء ودول ناس مهمة من كل حتة. الحفلة دي هتكون رسالة للعالم كله: مصر هنا وحضارتها قوية زي ما كانت دايما. العالم كله مستني لحظة افتتاح المتحف الكبير، اللي هتكون واحدة من أعظم الأحداث الثقافية في القرن 21. لحظة بتعلن إن مصر رجعت تاني تاخد دورها الطبيعي والرائد في الثقافة والفن. المتحف المصري الكبير مش مجرد مبنى، ده مشروع قومي هيغير وجه السياحة في مصر. هيخلي الزائر يعيش تجربة متكاملة من التاريخ والفن والتكنولوجيا، من أول ما يدخل لحد ما يخرج وهو حاسس إن زار الزمن نفسه. آلاف السنين المصريين بنوا الأهرامات عشان يخلدوا حضارتهم. النهاردة بيبنوا المتحف المصري الكبير مش بس عشان يبهروا العالم، لأ كمان عشان يحكوا الحكاية من الأول بشكل حديث. يمكن الحضارة عمرها ما ماتت، كانت بس مستنية باب جديد يفتح لها. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم، ما تنسوش الكومنت واللايك والاشتراك في القناة، واللي ناوي يحضر افتتاح المتحف ياخدني معاه. أشوفكم على خير في الحلقة الجاية من أول السطر مع إيمان.